القرآن وجلالته وبشارة ربكم في فضله ومكانته. يقول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يخبر الله تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنه يهدي للتي هي أقوم، أي أعدل وأعلى من الأقاعد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات من الواجبات والسنن أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامتهم لا يعلم وصفه إلا هو. أحبتي، حدث بريدة بن حصيب رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب يقول: هل تعرفني؟ فيقول له: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنت اليوم من وراء كل تجارة. قال: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسي والده حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في سعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. رواه أحمد. أيها الإخوة، هذا عطاء الجزل الذي يعطيه الله لحامل القرآن ووالديه يدعونا للحرص والمبادرة بأنفسنا، وحث من تحت أيدينا من البنين والبنات لحفظ كتاب الله وتلاوته والعمل به، حتى نحوز على المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكانة أهل القرآن بقوله: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه النسائي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وأهل القرآن أي حفظته الملازمون لتلاوته، الذين يعملون به ظاهرا وباطنا، يموتون عليه ويحيون عليه، وقد قربهم الله واختصهم فكانوا كأهله، وسموا بذلك تعظيما لهم. وأهل القرآن هم الذين كرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلهم المقدمين في إمامة المسلمين في أعظم ركن من أركان الإسلام، وهي الصلاة، فقال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. رواه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على تكريم حامل القرآن وإكرامه، وجعله من أجلال الله سبحانه، فقال: إن من إجلال الله الإكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود. اللهم اجعلنا من آل القرآن وخاصته. اللهم اجمع القرآن في قلوبنا حفظا، وعلى ألسنتنا تلاوة،
وفي سلوكنا خلقا، وارزقنا منه العلم والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.